النهضة البركانية، ولا ننسى المقدم كذلك اللي كان واحد من الموت، ومع المهارة ومع المراوغة وفي عرضية ممكن بالراس، والجول الأول نعم يضيع الجول الأول يا ياسين يا البحيري. الكرة كان في الطريق للشباك، أول إنذار من البراكنة عن طريق لاعب الوسط ياسين البحيري في أداء منتظم وممتاز. الركنية ياسين يرفع كرة في القائم الأول، والدفاع في الإبعاد، الدفاع يخرج كرة في هذه الهجمة من الجهة اليمنى. محاولة المرور من يوسف ميري والحكم ماذا يقول؟ ميري يقول الحكم هناك خطأ يا يوسف ميري اللي يحضر أول مرة. مراوغة ممتازة بعد ذلك التمريرة في الجهة اليسرى. متى يأتي الجول الأول؟ التحضير بعد ذلك شوت ياسين يمرر والبحث عن التمرير في العرض. يا أمين يا الكرمة، الانتصارات في أرض البترول. مرر بعد ذلك وصلت ليوسف الزغودي العرضية في اتجاه المليوي. لا زالت بركانية حقيقة لما تشوف تشكيلة البحيري العودة وافتكاك الكرة، لكن هنا الصافرة تأتي على آخر حضور للمنتخب المحلي في مباراتنا الرسمية أمام المنتخب الجزائري في بركان. وفضل بينما كرة أمامية فيها خطورة والإبعاد من يوسف دايو. بعد ذلك وصلت شوف الثقة اللي عند اللاعبين في عملية الخروج بالكرة، ولكن يا بركان حذاري من استسهال المنافس، حذاري من استسهال الخصم، حذاري من استسهال دياب النوار. صحيح دياب النوار خسر في الايسر مالونجا والحمياني ويوسف دايو بالراس. حذاري من المتابعة الكرة الثانية، ولكن الحكم هنا لم تكن موفقة من يوسف دايو. حذاري من الأخطاء وحذاري من التوغل في كرة صعبة. برافو التدخل في الكرة الماضية بطل مستوى القاري. ياسين بونو عن جدارة هو من يستحقها، بينما هنا الصافرة تأتي. يعني حقيقة الكل تفاجأ، كثيرون تفاجأوا لاستبعاد ياسين بونو اللي في غدا البركانية. مرفوعة الكرة الراسية، جول البركانية ولا الراسية تمنح الهدف الأول لفائدة النهضة البركانية. هذا هم البراكنة مشاهدينا الكرام، لا يتأخرون في التسجيل. يوسف الزغودي يأتي بالخبر السار لأنصار البراكنة مشاهدينا الكرام. هنا الراسية الماضية بعد تنفيذ الضربة الحرة، تأتي الراسية في الشباك. 1-0 للفريق البركاني مشاهدينا الكرام، 1-0 للفريق البركاني الجديد. يأتي هنا في الملعب البركاني مشرفنا ورافع راسنا في المنافسة القارية بكل تأكيد. هنا هدف واحد، وبالتالي دياب النوار يحاول، يهاجم في يدنا. ياسين يخرج بالكرة مباشرة. حمياني برافو حمزة. يلا الثانية البراكنة، هنا الكرة شوت يا ياسين، والهدف الثاني يضيع. غير معقول هدف ثاني يضيع للفريق البركاني في هذه اللحظات. ياسين البحيري ثاني فرصة للنهضة البركانية. ياسين هذا هو ياسين، كانت عنده من فيها عرضية وخطيرة وتسديدة، والقائم السلام على كرة كان ممكن تمنح هدف التعادل لفائدة نادي دياب النوار اللي قلت بمستوى مغاير تماما للمباراتين السابقتين. استفاقة دياب يخوض لقاء، يعني الأمور صعبة من الكرة. حمزة المساوي العرضية، والثاني جول الثاني للنهضة البركانية. الثاني قرب البراكنة من الانتصار في هذه المباراة. المساوي الذي انطلق من الجهة اليسرى، والمرابط في المتابعة. المرابط يسجل الثاني. المرابط يبدأ الشوط الثاني على إيقاع هجمة. هذه الإعادة مرة أخرى، استلام الكرة بهذا الشكل من ميري للمساوي، والمرابط من دون رقابة يضع في الشباك. هنا الدقة كانت حاضرة، واللمسة الأخيرة كانت موجودة منك يا محمد يا المرابط. رائعة، تمريرة رائعة. يلا الثالث ميري الثالث. غير معقول يا المليوي، يا المليوي. المرمى أمامك يا المليوي. عماذا كنت تبحث يا المليوي، غير معقول.